فيلمنا النهارده بيبدأ بشخص غريب وهو بيصنع دمية من القماش، وبيبدأ الشخص ده يتكلم ويحكي قصته من البداية، وبيقول إن بعد ما العالم اهتم بالتكنولوجيا بدأوا إنهم يتطوروا في الروبوتات علشان يستخدموها في تسهيل حياتهم، ولكن بعدها كل حاجة بتتغير وبتبدأ الروبوتات تعتمد على نفسها، وده كان السبب في بداية حرب مهولة بين البشر والروبوتات. وفي الوقت ده ظهرت نماذج جديدة من صنع البشر، وده علشان تستمر الحياة على كوكب الأرض، ولكن للأسف بتكون هي دي البداية لنهاية العالم. وبيكمل بعدها الشخص ده كلامه وبيقول ان هو المخترع اللي ساهم في ظهور الروبوتات دي، وانه كمان هو اللي صنع النماذج الجديده علشان يكونوا هم السكان المستقبليين للكوكب، وانه بكده بيحاول يصلح كل اللي هو عمله زمان. وفعلا بيخلص المخترع النموذج الجديد وبيسميه 9، وده لان الاسماء الجديده هتكون عباره عن ارقام مش حروف. ولما بينهي المخترع من صنع 9 بيحطه على جهاز الطاقه علشان يبدا يشحنه، وبعد فتره طويله بنشوف 9 وهو بيقع من على جهاز الطاقه، واللي بيبان عليه انه مش فاهم هو مين وبيتكون من ايه. ولما بيشوف جهاز الطاقه بياخده وبيحاول يفهم هو بيتكون من ايه، وبيبدأ 9 يدور في المكان الغريب اللي هو فيه عن اي حاجة تفهمه، ولكنه بعدها بيتفاجئ بوجود شخص ميت وواقع على الارض. ولما بيشوف 9 الاوراق اللي حواليه بيفهم ان هو ده الشخص اللي اخترعه، ولما بيجي بعدها يبص من الشباك بيتصدم لما بيشوف المدينة كلها وهي متدمرة، وبيفهم انه عايش في نهاية العالم. وفجأة بيشوف 9 مجموعة من النماذج اللي شبهه وهم ماشيين في الشارع، ولما بيحاول انه ينادي عليهم علشان ياخدوه معاهم بيتفاجئ ان صوته ما بيطلعش، فبيقرر 9 انه ينزل يلحقهم بنفسه. وفعلا بيجري 9 وبياخد جهاز الطاقة معاه وبينزل بسرعة علشان يلحقهم، ولكنه لما بيوصل للمكان اللي هم موجودين فيه ما بيلاقوهمش، وبيفضل 9 يدور عليهم وسط الدمار. وفجأة بيحس 9 بحركة غريبة في المكان وإن في حد بيقرب منه، ولما بيشوف ضوء غريب جاي ناحيته بيجري 9 بسرعة علشان يستخبى، وبياخد مسمار من على الأرض وبيستعد علشان يهاجمه. وأول ما بيظهر الشخص ده بيضربه 9 وبيوقعه على الأرض، وساعتها بيتفاجئ 9 لما بيلاقي نموذج شبهه بالظبط، وبيبدأ النموذج ده يتكلم مع 9 وبيعرفه بنفسه وبيقول له إن اسمه 2، وبيحاول يفهمه ان هو صديق مش عدو، فبيساعده 9 وبيقومه من على الارض. ووقتها بيفضل 2 يتفحصه وبيقول ان المعدن اللي هو مصنوع منه خامته كويسه جدا. وفي الوقت ده بيتفاجئ 2 ان 9 مش عارف يتكلم، وبيفهم انه عنده مشكله في جهاز الصوت بتاعه، فبيفتح 2 جسم 9 وبيحاول يشوف حل لمشكلته، وبيروح يجيب له قطعه غيار معدنيه صغيره وبيركبها له. وبالفعل بيبدا 9 يتكلم وبيكون فرحان جدا ان صوته رجع يشتغل من تاني. ولما بيشوف 2 جهاز الطاقه اللي موجود مع 9 بيستغرب جدا من شكله، وفجاه بيسمعوا هما الاتنين صوت غريب بيقرب منهم، فبيجري 9 بسرعه وبيروح يستخبى في صندوق متهالك. اما 2 بيمسك السلاح بتاعه وبيستعد علشان يحارب الشخص اللي بيقرب منهم. وفجاه بيظهر وحش عملاق من ورا 2 اللي بيكون عباره عن روبوت شكله غريب ومرعب جدا، واللي بيبدا يهاجم 2 بكل عنف وبيضربه وبيوقعه بعيد. وبيرجع بعدها الوحش يمسكه من تاني وبيكون عاوز يخلص عليه، ولكن 2 ما بيستسلمش وبيبدا يحاربه بكل قوته، فبيهاجمه الوحش وبيضربه وبيوقعه على الارض من تاني. وساعتها بيقع جهاز الطاقه من 2، فبياخده الوحش وبيفضل يتفحصه باستغراب. وفجأة بيسمع الوحش صوت 9 خارج من الصندوق وبيروح يشوف ايه اللي موجود جواه، فبيستخبى 9 بسرعة علشان الوحش ما يشوفهوش، وبيفضل الوحش يدور في الصندوق علشان يطلع اللي موجود جواه. وساعتها بينادي 2 على الوحش علشان يشتت انتباهه عن 9، وفعلا بيقرب الوحش من 2 وبياخده معاه، وبيرجع تاني للصندوق وبيفضل يفتش فيه، واللي لما بيلاقيه فاضي بيخبطه وبيرميه بعيد. ومن الناحية التانية بنشوف 9 اللي بيكون قدر انه يهرب من الصندوق وبيستخبى في مكان تاني. وفي الوقت ده بيتراجع الوحش وبياخد 2 معاه جهاز الطاقة وبيمشي، وبالرغم من الرعب اللي بيكون 9 فيه إلا إنه بيقرر يكمل طريقه. وفي الوقت ده بنكتشف إن في حد كان بيراقب المكان كله، وبيشوف 9 وهو ماشي لوحده وبيبان عليه إنه مرهق جدا. وفجأة بيقع 9 على الأرض وبيفقد الوعي، وبعد فترة بيفوق 9 وبيتخض لما بيلاقي نموذج غريب واقف قدامه، وبيكون 9 فاكر إنه بيحاول يموته، فبيقوم بسرعة وبيضرب النموذج ده وبيبعده عنه، ولكنه بيتفاجئ لما بيلاقي نفسه مش قادر يتحرك وبيقع بسرعة على الأرض. وساعتها بيطمنه النموذج ده وبيقوله إنه خلاص عالجه وإن دلوقتي هيقدر يحرك دراعه بشكل طبيعي. وبيبدأ النموذج ده يعرفه بنفسه وبيقول له ان اسمه 5، وان صديقه 2 لو كان هنا كان هيعالجه افضل منه، ولكنه مش عارف هو اختفى فين. فبيرد عليه 9 وبيقول له ان 2 كان موجود معاه من شويه، فبيفرح 5 جدا وبيساله عن مكانه. ولكن فجأة بيدخل عليهم قائد النماذج واللي بيكون شكله عنيف جدا، وبيبدأ القائد يزعق ل5 وبيساله عن النموذج الجديد ده، فبيقول له 5 ان هو لقاه واقع على الطريق. فبيتضايق القائد جدا وبيبدأ يتخانق مع 5، وبيقول له ان هو حذره اكتر من مره من انه يخرج للشارع، ولكنه في كل مره ما بيسمعش كلامه، وانه في يوم هيعمل مشكله وهيجيب لهم الوحش لحد عندهم، ووقتها هيكتشف المخبأ بتاعهم وهيدمرهم كلهم. فبيقاطعهم 9 وبيقول لهم ان الوحش ده هو اللي خطف 2، ولكنه كان لسه عايش وما ماتش، وانهم ممكن يلحقوه قبل ما يأذيه. ولكن وقتها بيقاطعوا القائد وبيقول له ان طالما الوحش اخده فهو يعتبر ميت بالنسبه لهم، وانهم مش هيروحوا ينقذوه ولا هيسمحوا لاي حد يطلع من هنا. وفجاه بيدخل عليهم نموذج شبههم ولكنه بيكون اضخم بكتير، واللي بنعرف ان اسمه 8، وبيبان عليه ان شكله
مرعب ومخيف جدا، وبنفهم ان 8 هو مساعد القائد والمسؤول عن تنفيذ القوانين. وساعتها بيقول القائد ل8 ان الضيف الجديد محتاج يتعرف على قوانين المكان، فبيترعب 9 جدا من طريقة 8، وساعتها بياخدهم القائد كلهم علشان يعرفهم على قوانين المكان. وفي الطريق بيستغرب 9 جدا من شكل المكان اللي بيكون عبارة عن مخبأ ضخم جدا. وفي الوقت ده بيروح 5 وبيسأل 9 إذا كان متأكد إن 2 لسه عايش، وقبل ما يرد 9 عليه بيمنعهم 8 من الكلام مع بعض. وفعلا بيفضلوا كلهم ماشيين وبيركبوا الأسانسير لحد ما بيوصلوا للدور الأخير، وهناك بيبدأ القائد يحكي لهم حكايتهم من البداية، وبيقول لهم إن هم أول ما اتصنعوا لقوا نفسهم في عالم غريب وحواليهم الحرب والدمار في كل مكان، وإن الحرب دي كانت بين البشر والروبوتات، وإنها استمرت لفترة طويلة باستخدام الأسلحة المميتة. ولما فهم القائد إن الحرب دي هتكون سبب في نهاية العالم، بدأ إنه يحمي كل النماذج علشان ما يموتوش كلهم. وفعلا بيستخبى القائد هو وكل النماذج تحت خوذة كبيرة، ولكن للأسف اتصاب 5 وخسر واحدة من عيونه. وبيكمل القائد وبيقول إنه قاد كل النماذج لحد ما وصلوا للمخبأ اللي هم فيه حاليا، وإن الحرب بعدها انتهت وما تفضلش منها غير الوحش اللي بيطاردهم لحد دلوقتي. وبيعرفهم إن الوحش ده بيهاجم أي نموذج يشوفه، فبيسألوا 9 عن تكوين الوحش وإنه ليه بيهاجمهم، ولكن وقتها بيقول للقائد إن الأسئلة دي ملهاش لازمة وإنهم لازم يستخبوا منه وخلاص. وده لأنهم فقدوا نماذج كتير جدا منهم، وإنهم لازم يحترسوا ويخلوا بالهم من نفسهم. وبيروح القائد وبيرسم علامة على 2، وده لأنه بقى من ضمن المفقودين. فبيتضايق 9 وبيقول له إن 2 لسه عايش وإنهم ممكن ينقذوه، فبيتعصب القائد وبيزعق له وبيقول له إن 2 هو اللي اختار مصيره وخرج للشارع، وإنهم مش هينقذوه لأنه لازم يتحمل تمن غلطته. وبيطلب القائد من 5 إنه يروح يكمل شغله على برج المراقبة، وإنه كمان ياخد 9 علشان يشتغل معاه. وفي الوقت ده بنشوف نموذج جديد اسمه 6، واللي بيكون قاعد في ركن لوحده وبيفضل يرسم رسومات غريبة ومش مفهومة، وبيضم الرسمة الجديدة لمجموعة الرسومات بتاعته وبيعلقها على الحيط اللي بتكون مليانة هي كمان برسومات مشابهة. وبنروح بعدها ل5 و9 بعد ما بيطلعوا على برج المراقبة، وهناك بيقول 5 ل9 إن جهاز المراقبة ده كان 2 هو اللي مخترعه قبل ما يختفي، فبيقول له 9 إنهم لازم يحاولوا يلحقوه علشان ينقذوه قبل ما يتأذي، ولكن 5 بيرد عليه وبيقول له إنهم مش هيعرفوا ينقذوه، وده لأنهم أصلا ما يعرفوش مكانه. ولما بيبص 9 من جهاز المراقبة بيشوف المكان اللي كان الوحش ماشي في اتجاهه، وبيصرخ 9 وبيقول ل5 إن أكيد الوحش أخد طول المكان ده، فبيخاف 5 وبيقول له إنهم مستحيل يقربوا منه. وساعتها بيفضل 9 يشجع 5 وبيقول له إنهم لازم يروحوا ينقذوا صديقهم وما يسمعوش كلام القائد ده، وإن 2 لو كان مكانهم أكيد كان هيجي يساعدهم. وساعتها بيبان على 5 إنه مرعوب جدا، وبيقول له إنهم ما ينفعش يخالفوا أوامر القائد، فبيفقد 9 الأمل في إن 5 يجي معاه، وبيفهم إن مفيش فايدة من الكلام وبيسيبه وبيمشي. ولكن وقتها بيحس بالذنب وبيوقفه على آخر لحظة، وبيروح 5 يديله خريطة وبيقول إنهم هيحتاجوها في طريقهم علشان ينفذوا المهمة دي. وفعلا بينطلقوا هما الاتنين علشان يروحوا ينقذوا 2، وبيفضلوا هما الاتنين ماشيين لحد ما بيلاقوا الأدوات اللي وقعت من 2 أثناء ما الوحش خطفه. وساعتها بيقول 5 ل9 إنه مستغرب جدا من السبب اللي خلى 2 يخرج في الوقت ده لوحده. وبيكملوا 5 و9 طريقهم ناحية المبنى اللي الوحش موجود فيه، وبيكون 5 ماشي على الطريق اللي مرسوم في الخريطة، ولكن فجأة بتقوم رياح قوية وبتطير الخريطة لبعيد، فبيحاول 5 إنه يلحق الخريطة ولكنه ما بيقدرش، وبيقع في حفرة عميقة. وساعتها بيروح له 9 بسرعة وبيحاول يلحقه، وفعلا بيقدر 9 إنه ينقذه وبيخرجوا منها. وللأسف بتكون الخريطة طارت لبعيد وما بيكونوش هما الاتنين عارفين هيمشوا ازاي، وفجأة بتشتد الريح وبتتكون حواليهم عاصفة ترابية قوية. فبيقول 5 ل9 إنهم لازم يرجعوا بسرعة على المخبأ، ولكنهم برضه ما بيكونوش قادرين يرجعوا. ووقتها بيشوفوا قدامهم كهف غريب، فبيقرروا إنهم يدخلوا يستخبوا جوه. ولما بيجي 5 يدخل الكهف بيلاقيه مكان مرعب جدا، وكمان بيلاحظ وجود آثار للوحش على الأرض، وده بيكون معناه إن 2 هو كمان موجود جوه الكهف. فبيدور 9 حواليه لحد ما بيلاقي لمبة عربية قديمة، فبياخدها 5 منه وبيوصلها ببطارية من معاه، وفعلا بتنور اللمبة وبياخدها 9 وبيركبها على مسمار علشان يقدروا يشيلوها بسهولة، وبياخدوها هما الاتنين وبيدخلوا جوه الكهف. واثناء طريقهم بيقول 5 ل9 انه في شبه كبير من 2، وده لانه هو كمان جريء ومش بيخاف من حاجه. ومن ناحيه تانية بنشوف الخريطه اللي طارت من 5، وبيظهر فجاه شخص غريب وبياخدها. وبنرجع تاني ل5 و9 اللي بيكتشفوا ان الكهف ده عباره عن مدخل لمصنع قديم، وفجاه بيسمعوا هما الاتنين صوت قريب منهم، فبيطفوا النور وبيكملوا طريقهم جوه الكهف لحد ما بيشوفوا القفص اللي 2 محبوس فيه. فبيطلع 5 بسرعه علشان يشوف صديقه 2 اللي بيكون فاقد الوعي، واللي اول ما بيفوق وبيشوف 5 بيقول انه كان عارف ان هو هيجي ينقذه،
ينقذه. فبيفرح 5 جدا ان تو لسه عايش، ولكن في الوقت ده بيبدأ تو يحذرهم وبيقول لهم ان الوحش قريب جدا منهم. وفعلا بيشوفوا الوحش وهو واقف قدام آلة ضخمة، واللي بيكون ماسك في ايده جهاز الطاقة اللي كان مع 9. وللأسف بياخد الوحش باله من وجودهم وبيجري عليهم. فبيجروا 5 و9 وبيحاولوا يستخبوا منه بسرعة، ولكن للأسف بيقدر الوحش انه يوصل لهم وبيضربهم وبيطيرهم بعيد. فبيجروا كلهم وبيحاولوا يستخبوا منه، ولكنه للأسف بيكتشف مكانهم وبيهجم عليهم. وقبل ما يموتهم بيجي فجأة شخص غريب وبيهاجم الوحش بكل شجاعة، وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيخلص عليه. وساعتها بيتفاجئوا كلهم وبيفرحوا لما بيكتشفوا ان الشخص ده هي صديقتهم القديمة اللي اسمها 7، واللي بنعرف انها كانت تايهة من زمان. فبيجروا كلهم عليها وبيقولوا لها انهم فرحانين جدا برجوعها. وفي الوقت ده بيكون 9 واقف على جنب، واللي بمجرد ما بيلاقي جهاز الطاقة بياخده وبيركبه في الآلة اللي كان الوحش واقف قدامها. وفجأة بينور الجهاز وبيشغل الآلة. فبيجري تو بسرعة على 9 علشان يلحقه، وبيقول له انه ما ينفعش يلمس حاجة لانهم مش عارفين لسه ايه الجهاز ده. ولكن فجأة بتشتغل الآلة وبتخرج شرار قوي. فبيجري تو بيبعد 9 بسرعة من قدام الآلة اللي بتمسكه وبتسحب منه كل الطاقة اللي كانت فيه، وبيقع تو على الأرض وبيموت. فبيحزنوا كلهم جدا على موت تو. ساعتها بتتحرك الآلة وبيظهر انها ضخمة جدا، فبيخافوا كلهم وبيحاولوا انهم يهربوا منها. ولكن وقتها بتقدر الآلة تعمل مسح للمنطقة وبتحدد اماكنهم وبتطاردهم. فبيستخبوا كلهم منها بسرعة لحد ما بتوصل 7 لممر الخروج وبتدلهم عليه. وفعلا بيقدروا كلهم يخرجوا من المكان. وفي الطريق بيفضل 5 يعاتب 9 على اللي هو عمله، وده لان هو السبب في تشغيل الآلة اللي قتلت تو. فبيفضل 9 يعتذر له على اللي هو عمله، وبيقول لهم انه ما كانش يعرف ان كل ده هيحصل. ولكن فجأة بيقطع كلامهم صوت عالي ودخان خارج من المصنع اللي كانوا موجودين فيه. فبيسألهم 9 اذا كان حد فاهم ايه هي الآلة دي. فبتقول له 7 انها ما تعرفش، ولكنها عارفة المكان اللي هيلاقوا فيه إجابة لسؤاله. ومن ناحية تانية بنشوف الآلة وهي بتصلح نفسها، وكمان بتصنع آلات جديدة وأسلحة مخيفة. وبنروح بعدها ل7 اللي بتاخد باقي النماذج لمكتبة قديمة، وهناك بيلاقوا قدامهم كتاب ضخم جدا واللي بيكون موجود فيه معلومات كتيرة عن العالم. وفي الوقت ده بيظهروا نموذجين اسمهم التوأم العلمي، واللي بنعرف انهم مستخبيين هنا من وقت نهاية الحرب. وبنعرف كمان انهم طول الوقت ده كانوا بيجمعوا معلومات عن كل حاجة بتحصل، وده علشان يحفظوها في الأرشيف بتاعهم. وبكده هيكون عندهم إجابة لكل الأسئلة اللي هم عاوزين يعرفوها عن الآلة الضخمة اللي هم شغلوها من شوية. وفعلا بيبدأوا التوأم العلمي يدوروا في الأرشيف لحد ما بيلاقوا صورة للآلة، وبعدها بيروحوا للقسم اللي موجود فيه كل المعلومات عنها. وهناك بيلاقوا الخبر اللي كان بيتكلم عن اختراع الآلة دي. ولما بيشغلوا شريط الفيديو اللي كان موجود في الأرشيف بيشوفوا تسجيل المستشار العسكري وهو بيتكلم مع الشعب عن الآلة الجديدة، واللي بيقول لهم انهم بقوا في عصر التكنولوجيا، وان الآلة الجديدة دي هتقدر تصنع آلات تانية زيها بالظبط، وبكده يقدروا يحققوا ثورة تكنولوجية سريعة. ولكن بعد فترة الآلات اتطورت جدا واتقلبت ضد البشر، وساعتها قامت الحرب بين البشر والآلات اللي اخترعوها. وبيظهر بعدها المستشار العسكري من تاني وبيتهم المخترع اللي اخترع الآلة الجديدة، وبيقول ان هو السبب في ان الآلة تتقلب ضدهم. وبنعرف وقتها ان الحرب دمرت كل حاجة وانهت على البشرية. وساعتها بيفهموا كلهم طبيعة الآلة دي. وفي الوقت ده بيقول لهم 9 ان اللي شغل الآلة دي هو جهاز الطاقة، وان الجهاز ده مرسوم عليه رسومات غريبة مترابطة، وان اكيد بتكون نتيجتها مختلفة لو اتركبت بالترتيب السليم. ولما بيجي 9 بيسأل التوأم العلمي عن الجهاز ده ما بيكونش حد فيهم عارف اي حاجة عنه. فبيرسموا 9 على الحيطة علشان يوريهم شكله. وساعتها بيتدخل 5 وبيقول له ان 6 كان طول الوقت بيرسم الشكل ده، وان محدش فيهم كان فاهم هو بيرسمه ليه، وعشان كده قرر القائد انه يعزله في مكان لوحده بعيد عن كل النماذج. فبيقول له 9 انه لازم يشوف الرسومات دي بسرعة. فبيرد عليه 5 وبيعرفوا انهم كده لازم يرجعوا للمخبأ. ولكن وقتها بتقطعهم 7 وبتقول لهم انها مش هترجع معاهم. فبيرجعوا 5 و9 لوحدهم للمخبأ، وهناك بيفضلوا يدوروا على الرسومات لحد ما بيلاقوها. ولكن فجأة بيشوفهم 8 وبيقبض عليهم، وبيروح بعدها بيسلمهم للقائد اللي بمجرد ما بيحكي له عن اللي حصل بيتعصب جدا وبيفضل يزعق فيهم، وبيقول لهم ان باللي هم عملوه ده عرضوا حياتهم كلهم للخطر. وساعتها بيروح 9 للقائد وبيسأله عن السبب اللي خلاه يبعت طول الاستطلاع. فبيرتبك القائد وبيقول لهم انه بعت طول البحث والدراسة، ولكن 9 ما بيصدقهوش وبيقول له انه لازم يصارحهم بكل حاجة. ولكن فجأة بيجي 6 وبيقطع كلامهم وبيوريهم رسمة من رسوماته، وبيقول لهم ان هو ده المصدر وانهم لازم يدوروا عليه لان هو السبب في كل حاجة. فبياخد 9 الرسمة وبيقول للقائد ان ده هو جهاز الطاقة اللي شغل الآلة وانهم لازم يعرفوا عنه كل حاجة. ولما بيجي 9 يسأل 6 عن المعلومات اللي يعرفها عن الجهاز بيقطعهم القائد وبيقول لهم انه مش هيسمح لأي حد انه يعرض حياة النماذج للخطر، وبيطلب القائد من 8 انه يسحب أسلحتهم كلها. وفعلا بيبدأ 8 يهاجمهم وبياخد منهم كل الأسلحة اللي معاهم. فبيقوم 9 من تاني وبيقول للقائد انه جبان وانهم مش هيستسلموا ليه ولا هيسمعوا كلامه تاني. فبيتعصب 8 وبيروح ناحية 9 علشان يضربه، ولكن القائد بيوقفه وبيقول ل 9 انه طول الفترة اللي فاتت كان بيحاول حماية النماذج. وقبل ما القائد يكمل كلامه بيظهر فجأة طائر غريب وبيكسر الشباك وبيدخل جوه المخبأ علشان يهجم عليهم. فبيترعبوا كلهم وبيحاولوا يهربوا منه. وساعتها بيحاول 8 انه
يهاجم الطائر، ولكن للأسف بيضربوا الطائر بأجنحته وبيوقعوا على الأرض. فبيروح القائد بسرعة وبيفتح لهم المخبأ السري علشان يهربوا منه، ولما بيحاولوا يستخدموا الأسانسير في النزول بيقطع الطائر الحبل وبيقع كل واحد منهم في اتجاه، وبيفضل الطائر متابع القائد هو وإيت علشان يمسكهم، ولكن وقتها بيقدر إيت إن يرمي السيف بتاعه وبيوقعه. وفي الوقت ده بيروح 9 ينقذ القائد وبيروحوا 5 و6 ينقذوا 8. وفجأة بيظهر الطائر من تاني وبيجهز السهم بتاعه علشان يصوبه على 8، ولكن 9 بيطلع مراية وبيعكس ضوء الشمس على عين الطائر وبيخليه يخطئ الهدف، وبيقدر 9 إن ينقذ 8 اللي بيتعلق في الحبل وبينزل على الأرض بسلام. وساعتها بيرجع الطائر يطارد القائد و9، ولكن القائد بياخد 9 وبينطوا من على الجسر، وفجأة بيلحقهم 8 قبل ما يقعوا على الأرض، ولكن الطائر ما بيستسلمش وبيرجع يطاردهم. وفجأة بتظهر 7 من تاني وبتبدأ تهاجم الطائر اللي بيضربها وبيوقعها هي كمان على الأرض. وبعد معركة عنيفة بيقدر 9 إن ينقذهم قبل ما يقعوا من على الجسر. وبعد ما بيخرجوا كلهم من المعركة دي بيكتشفوا إن الطائر حرق المخبأ بتاعهم، فبيضطروا إنهم يدوروا على مكان آمن تاني علشان يستخبوا فيه. ومن ناحية تانية بنشوف الآلة وهي لسه شغالة في تطوير نفسها، واللي بتاخد جثة تو علشان تزود بيها طاقتها. وبنروح بعدها لمجموعة النماذج اللي بيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا للمكتبة القديمة، وهناك بيبدأ 5 يعالج الإصابة بتاعت 7. وفي الوقت ده بيقول لهم 9 إن الموضوع لسه مخلصش، وإن أكيد الآلة هتبعت وحش تاني علشان يطاردهم. فبيطلب القائد من 8 إنه يتولى حراسة المكان، وبيروح هو يدور على مخبأ تاني علشان يستخبوا فيه. وساعتها بيقول التوأم العلمي ل 9 إنهم عرفوا معلومات أكتر عن مصدر الطاقة، وفعلا بيطلعوا من الكتاب معلومات عن مخترع الآلة، واللي بيشوفوه هو ماسك جهاز غريب وبينقل بيه الطاقة من عينه لواحد منهم. وساعتها بيتدخل 6 وبيقول لهم إن السر موجود جوه الأوضة القديمة بتاعة المخترع، وبيطلب من 9 إنه يرجع للأوضة دي مرة تانية، وبيأكد له إنه لما يروح هناك هيفهم كل حاجة. وساعتها بيدخل القائد عليهم وبيقول لهم إن المعلومات دي مش هتجيب لهم غير المشاكل. وبيفضل القائد يعاتب 9 لأن هو اللي عرضهم للخطر، وبيقول له إنه جريء زي تو بالظبط، وإن ده كان هو السبب في موته. فبيتجمعوا كلهم على القائد وبيسألوه إذا كان هو اللي بعت تو للشارع، فبيعترف لهم القائد إن فعلا هو اللي بعته، وده لأنه كان بيعمل مشاكل كتير بأسئلته، وإنه كان لازم يضحي بيها علشان ينقذ باقي النماذج. فبتتضايق 7 جدا وبتهجم على القائد وبتقوله إنه هو السبب في قتل تو، ولكنهم بيوقفوها وبيبعدوها عنه قبل ما تقتله. فبتحزن 7 جدا وبتسيبهم وبتمشي. وساعتها بيقول القائد ل 9 إن اللي هو بيعمله ده هيكون السبب في موتهم كلهم، ولكن 9 ما بيهتمش بكلامه، وبيقول إنهم لازم يرجعوا لأوضة المخترع القديمة علشان يكتشفوا السر. وفي الوقت ده بنشوف 9 وهو بيحرس المكان، واللي بمجرد ما بيحس بحركة حواليه بيقوم يدور في المكان علشان يشوف فيه ايه. وفجأة بيظهر وحش على شكل تو، واللي بيخرج أشعة قوية وبيأثر عليه. وبعد شوية بنشوف القائد وهو بيحاول يقنع نفسه إن اللي هو عمله ده كان الصح، ولكن فجأة بيظهر له الوحش ده هو كمان. وبنعرف إن هي دي الطريقة اللي ابتكرتها الآلة، وهي إنها تستخدم جثة تو في التأثير على باقي النماذج. وفعلا بيخرج الوحش نفس الأشعة على القائد وبيسيطر عليه. ولما بيشوف 9 هو وباقي النماذج اللي حصل بيجروا بسرعة علشان يلحقوا القائد. وأول ما بيوصلوا 5 و9 للوحش بيحاول إنه يسيطر عليهم هما كمان، ولكن 9 بيفهم الموضوع وبيطلب من 5 إنه ما يبصش في عينه. وفي الوقت ده بترجع 7 من تاني وبتبدأ تهاجم الوحش وبتخلص جثة 2 منه، وبيروح بعدها 9 يفك القائد وبينقذه، ولكن للأسف بيقدر الوحش إنه يخطف 7 وبيهرب بيها هي و8. فبيحاول 9 إنه يجري وراه علشان ينقذهم، ولكنه للأسف ما بيقدرش يوصل لهم. ولما بيفوق القائد بيلاقي قدامه جثة 2، فبيتخض جدا وبيسألهم عن اللي حصل. فبيقول له 9 إن الآلة بعتت وحش غريب قدر إنه يخطف 7 و8، وبيقول 9 للقائد إنهم لازم يتعاونوا كلهم ويلحقوهم. ولكن وقتها بيشاور له القائد على جثة 8 وبيقول له إن دي كانت نتيجة آخر عمل بطولي، وإنهم لازم يبعدوا عن الآلة ويعتبروا كل اللي اتخطفوا في تعداد الموتى. فبيحزن 9 وبيقول له إنه مش هيسمح لحد تاني يحصل له زي ما حصل ل2، وعشان كده هو هيروح ينقذهم مهما حصل. وفعلا بينطلقوا كلهم علشان يلحقوا 7 و8، ولما بيوصلوا بيقول لهم 9 إنه هيدخل ينقذهم لوحده، وبيطلب منهم يستنوا بره. وبيفهم 5 إنه لو اتأخر عليهم يبقى الوحش قتله، وبيطلب منه يفجر المكان كله. وبالرغم إن 5 بيكون خايف على 9 إلا إنه بيوافق على الخطة، وبيطلب من باقي النماذج إنهم يجهزوا برميل البنزين اللي هيفجروا بيه المكان. وفعلا بيدخل 9 للمكان وبيستخبى من الوحش، واللي بيشوفه هو ماسك 8 وبيسحب منه كل الطاقة وبيموته زي 2. فبيحزن 9 جدا على 8 وبيبدأ في تنفيذ خطته. وبمجرد ما بيشوف الوحش ماسك 7 علشان يسحب طاقتها بيشتت 9 انتباهه وبيربط ديله في التروس اللي بتدور وبتسحب الوحش وبتدمره تماما. وفعلا بيقدر 9 انه ينقذ 7 على اخر لحظة. وفي الوقت ده بيكون 5 واللي معاه قدروا انهم يجهزوا برميل البنزين، ولكنهم فجأة بيلاقوا الطائر وهو بيقرب منهم. فبيحاول 5 انه يوقعه بالسهم ولكنه ما بيعرفش. وبعد معركة طويلة بيقرر القائد انه يساعدهم وبيقدر انه ينقذهم وبيوقع الطائر على الارض. وبيظهر وقتها ان الآلة شايفة كل اللي حصل وبتقرر انها تخلص عليهم كلهم، وبتخرج كل الآلات اللي صنعتها علشان تهاجمهم. وبمجرد ما بيخرجوا 7 و9 من المكان بيولع 5 النار في برميل البنزين وبيفجروا المكان بالكامل. وساعتها بيفضلوا كلهم يجروا لحد ما بيوصلوا لمكان آمن، وهناك بيفرحوا جدا
جدا لانهم قدروا يتخلصوا من الوحش. وفي الوقت ده بيكتشف 5 ان الآلة لسه عايشة وبتقرب منهم، ولما بيجي يجري علشان يحذرهم بتمسكوا الآلة وبتسحب كل الطاقة اللي فيه لحد ما بيموت هو كمان. وساعتها بيلاحظ 6 حاجة غريبة، وهي ان الطاقة اللي الآلة بتسحبها من الشخص اللي بتموته بتفضل موجودة جواها، وعشان كده بيطلب منهم 6 انهم ما يدمروش الآلة، وده علشان ارواح اصدقائهم اللي لسه محبوسة جواها. فبيجروا كلهم على الجسر علشان يهربوا منها، ولكن للاسف بتقدر الآلة انها تمسك 6 وبتسحب الطاقة بتاعته هو كمان. واللي قبل ما يموت بيقول ل9 انهم لازم يرجعوا للأوضة ويدوروا فيها على السر، وهناك هيعرفوا الطريقة اللي هيقدروا ينقذوا حياتهم بيها. وساعتها بيقول القائد انهم لازم يدمروا الآلة دي، ولكن 9 بيوقفوا وبيقول لهم انهم لازم يستنوا لحد ما يروحوا الأوضة، وهناك هيعرفوا السر اللي ورا الآلة. وفعلا بيمشي 9 وبيقدر ان يوصل للأوضة، وهناك بيلاقي رسومات كتير جدا لأجزاء الآلة، وكمان بيلاقي صندوق صغير، ولما بيفتحه بيلاقي شريط فيديو واللي بيكون عليه رسالة من المخترع لآخر نموذج اخترعه، واللي بيكون هو 9. وبيقول المخترع في الرسالة ان هو اخترع الآلة دي علشان تسهل عليهم حياتهم، ولكن وقتها أصر المستشار العسكري انه يستخدم الآلة في عمل آلات مختلفة، وانه غير فيها علشان يستخدمها في الحروب. وساعتها قرر المخترع انه يصنع كائنات تانية بطريقة مبتكرة، وهي انه يصنعهم من طاقته الشخصية علشان يكون عندهم روح زي البشر. وفعلا بدأ المخترع يصنعهم واحد ورا التاني، وبيفضل يديهم من طاقته لحد ما مات. وفي نهاية الفيديو بيقول المخترع ل9 ان الحل الوحيد في جهاز الطاقة، وبيفهموا الطريقة اللي المفروض يرتب بيها الرموز اللي عليه علشان ينقذ العالم. وبينتهي الفيديو على كده، وساعتها بيفهم 9 كل حاجة، وبيجري بسرعة على باقي النماذج علشان يلحقهم قبل ما يموتوا او حتى يدمروا الآلة. وفعلا بيوصل لهم 9 وبيوقفهم على آخر لحظة، وبيقول لهم انه فهم السر وانهم لازم يستنوا، ولكن القائد بيكمل هجومه على الآلة وبيقول له انه لازم يدمرها قبل ما تموت نماذج تانية. فبيطلب 9 من 7 انها تشتت الآلة لحد ما يقدر ان هو يسحب جهاز الطاقة اللي محطوط فيها، ولكن 7 بترفض وبتحاول تمنعه، وبتعرفه ان لو قرب منها هتخلص عليه. ولكن 9 ما بيسمعش كلامها وبيخاطر بحياته وبيقرب من الآلة، واللي قبل ما تخلص عليه بيجري القائد بسرعة وبيبعد 9 وبيضحي بنفسه مكانه، وبيخليها تسحب طاقته هو. وفي الوقت ده بيقدر 9 انه يسحب جهاز الطاقة من الآلة، فبتتدمر الآلة تماما. وساعتها بياخد 9 جهاز الطاقة وبيرتب الرموز اللي عليها علشان يسحب أرواح أصدقائه، وفعلا بيقدر 9 انه يسحبهم منها. فبتفرح 7 جدا وبتقول ل9 انه كده نجح في المهمة، ولكن 9 بيقول لها انه لسه فاضل جزء مهم. وبيروح 9 لمكان بعيد وبينصب أعمدة لأصدقائه ال5 اللي ماتوا، وبيرتب 9 الرموز من تاني، وفجأة بينور الجهاز وبتخرج منه أرواح أصدقائه 2 5 و6 و8 اللي بيودعوهم. ومن بعدهم بتخرج روح قائد النماذج اللي بيروح يودع 9 وبيحييه على شجاعته وبيشكره على اللي هو عمله علشانهم. وبعدها بتطير كل الأرواح وبتختفي، وبترجع السما تمطر من تاني، وبكده بترجع الحياة على الأرض. وفعلا بيعيشوا 9 و7 والتوأم العلمي مع بعض بعد ما قدروا أخيرا إنهم يتحدوا وينقذوا العالم من الخطر. الملخص ده بصوت هايدي مصطفى، وكتب ومنتجه باسم أحمد. وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على قناة موفي ستوري على اليوتيوب. وبس كده، سلام.